السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا حبايب جروب أم حمزة للتسويق، أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. زي ما انتم عارفين احنا جروبنا موجود في المملكة العربية السعودية، وبنشحن كل منتجاتنا من السعودية. اللي حابب يشرفنا هنا في معرضنا في حلوان يستلم المنتج هنا من المعرض في حلوان، أو بنشحن لكافة المحافظات شحن وتوصيل لحد باب البيت. كل ما زي ما قلنا لكم كل منتجاتنا وارد السعودية. ده الجريل الإيطالي، في منتجات كتيرة. ده المسدس بيتي فور الإيطالي، حلة الضغط السيف التيفال، مكنة الجوزية، جهاز السبعة في واحد الجانو، العجانة جانو. طبعا في منتجات كتيرة موجودة في معرضنا. اللي حابب يشرفنا في منتجات موجودة فوري، حلل الفيزون. فاللي حابب يشرفنا في اي وقت، مكنه الكابتشينو والاسبريسو نون. في منتجات كتيره، وفي منتجات اي حد عايز اي حاجه، مش شرط تكون حاجه على جروبنا. اي حد عايز اي منتج موجود في السعوديه نقول له شحنه وتوصيله لحد باب البيت. زي ما قلنا لكم رقمنا 010 1383 0875. تقدروا تتواصلوا على الرقم ده واتس او تتصلوا على المعرض. نقول الرقم تاني 010 1383 0875. النهارده بناء على طلب عميل لينا مميز في العاشر من رمضان، جبنا له المالتي بروسيسور او مالتي اول سيستم فود بروسيسور، محضر طعام كامل كينوود. وطبعا انتوا عارفين يا جماعه كينوود هي شركه انجليزي، او حتى كاتب لك عليها جريت بريتان ديزاين. زيها زي كل الشركات دلوقتي بتصمم وتعمل التكنولوجيا في بلدها في انجلترا، وبتصنع في الصين. ده بقى محضر طعام. اول حاجة فيه يا جماعة موتوره قوي جدا، بيجي 1000 واط، بيجي بقى كل الوظائف اللي تتخيلوها. محضر طعام، خلاط، عصارة، مطحنة، عصارة برتقان، يعني وظائف كتيرة جدا هنشوفها مع بعض في الفيديو ده ان شاء الله. خلينا نشوف الاول ده شكل الكرتونه. زي ما قلنا لكم الكينوود شركه بريطاني او انجليزي، بيتصنع في الصين. الموتور بتاعه نحاس بقوه 1000 واط. بيجي معاه شفشق خلاط. ادي بقى الوظائف كده، نمشي واحده واحده. بيجي معاه شفشق خلاط، السعه بتاعته 1.5 لتر. ده شكل الشفشق اهو. وطبعا خامه معروف الكينوود خامه ممتازه. وطبعا دي العصارة بتاعت الفواكه، الجوس اكستريتور. دي اللي هي العصارة بتاعت الفواكه. وطبعا فيها زي مصفى بتصفي البواقي وتنزل بس عصير. وطبعا فيها القطعة بتاعت العصارة البرتقال اللي هي بنمسكها بايدينا دي. وطبعا في القطعة اللي هي بتاعت المطحنة، خلينا نصورها اهي، المطحنة. والقطعة الأخيرة بتاعت العجن اللي هي بتيجي 2 في 1. هما كاتبها اهو بيكنج 2 في 1. طبعا محضرة الطعام بتيجي ساعتها 3 لتر. هو هنا بيقول لك ان الساعة بتاعتها 3 لتر. بيجي سرعتين، وفي كمان سرعة بلس. يعني هنا اهو سرعة 1 وسرعة 2، وفي سرعة اللي هي اللي على الشمال دي بلس اللي هي المتقطع. البروسيسور بيجي او محضر الطعام بيجي معاه 10 قطع. خلينا بقى نشوف شكل كده الاجزاء اهي. ادي صورتها هنا زي ما احنا شايفين. اول حاجه خلينا بس نظبط الكاميرا الاول. نحاول ننزل كده بالكاميرا. دي الاجزاء او المكونات بتاعته. طبعا السبيتيولا اللي هي القطعه دي اللي هي بنحرك بيها العجين واحنا بنعجن. وهو هنا بيقول لك القطعه، اول القطع اللي هي القطعه بتاعه البرتقال، عصاره البرتقال. تمام. خلينا نظبط كده بس الكاميرا شويه اهو. القطعه دي اللي هي عصاره البرتقال، القطعه بتاعه المطحنه، القطعه بتاعه عصاره الفواكه، القطعه بتاعه الخلاط سعه 1.5 لتر، محضره الطعام 3 لتر. ودي طبعا الاسلحه اللي بتيجي مع محضره الطعام. دي اللي هي بتبشر انعم درجه. وفي دي بتبشر، هو كاتب هنا سعه 4 مللي، اللي هي بتعمل البصل الصواع الصغير ده. وطبعا فيها قطاعة شيبسي. والقطعة دي طبعا اللي هي السكينة بتاعت
اللي هي بتقطع بتاعت محضرات الطعام. ودي قطعة جديدة انا اول مرة اشوفها صراحة، تقريبا بتستخدم في العجين. هل هي بتعمل بقى شعرية مكرونة معرفش والله، خلينا نعرف تفاصيلها. وطبعا السكينة الاخيرة بتاعت العجن. كده احنا يعني استعرضنا اجزاء الكرتونة. خلينا برضه نشوف هنا من الجنب اهو. هو هنا برضه بيتكلم عن الوظائف بالصور بقى. القطعة زي ما قلنا لكم، القطعة دي اللي هي بتاعة السكين السلاح عادي. ودي القطعة والله ما عارف دي ايه، مش عارف كاتبينها. تمام. ودي القطعة اللي بتعمل الشرايح، السلاحين دول بيعمل شرايح رفيعة وشرايح ارفع. ده الخلاط. دول القطع اللي بيعملوا البشر. والقطعة بتاعة العصير والمطحنة، واخر حاجة عصارة البرتقال. ده شكل الكرتونة من جميع الاتجاهات، وطبعا كاتب لك عليه في كل مكان جريت بريتن، بريطانيا العظمى او انجليزي. وطبعا دي اجزاء الرئيسية: الجهاز، الموتور، القطعة بتاعة الخلاط، الشفشق والمطحنة والعجان. خلينا بقى نشوف شكله كده على الطبيعة. ده شكله يا جماعة على الطبيعة. احنا بس هنعمل كده تجربة سريعة، مش عايزين نفكه وخلي كده يروح يزوده لصاحبها. ده الخلاط، شفشة الخلاط خامته حلوة طبعا، قابل للكسر وحجمه كبير ما شاء الله. وطبعا لازم في لوك امان، ما يشتغلش من غير ما يكون راكب كويس، او يعني احنا كده بالمنظر ده بصوا مش هيشتغل. لازم نتأكد. هنا اهو بيبقى فيه مكان لوك امان كده، اول ما بلف الشفشة او نزل لتحت اهو كده، معناه ان هو يقدر يشتغل اهو. هنجرب بس تجربة سريعة كده. دي اول سرعة اهو، ما قفلش كويس اهو، بس كده قفل. حط الغطا. دي اول سرعة ما شاء الله، بيبان من الصوت قوة الموتور. وطبعا دي البلس اللي هي المتقطع. ما شاء الله عليه، خلاط قوي. ده الشفشق. وطبعا القطعة بتاعة المطحنة نوريها لكم برضو. هي كانت محطوطة جوه الشفشق كده، خلينا نحطها اهي. القطعة دي اللي هي بتاعة المطحنة. شوف شكلها جميل ازاي، خامة جميلة اوي يا جماعة اهو. بتعمل كده وبتقفل وبمنتهى السهولة نطلعها. طبعا يا جماعة دي القطعة بتاعة محضرة الطعام اللي بيركب فيها الأسلحة. والأسلحة كده بتيجي في كرتونة كده شكلها ظريف اهي. الثلاث أسلحة بتوع البشر. ودي القطعة الأخيرة اللي هي بتاعة العصارة بتاعة العصير. طبعا اهو ده الزور اللي بيطلع منه العصير. محضر طعام صراحة نظيف، والماركة الممتازة بتبان يعني، الخامة وجودة وحتى التغليف. يعني هم بيحرصوا على كل حاجة تكون يعني توصل للعميل على أجود شكل يعني. وده كان فيديو سريع لمحضر الطعام كينوود 1000 واط متعدد الوظائف. خلاط خلاط عجين بسيط أو عجانة بسيط، محضرة طعام، مطحنة، وعصارة فواكه بقوة 1000 واط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.